أسوأ وأخطر شيء بيغوي بيه الشيطان في الفترة دي هي فكرة التوقعات. لن تتخيلوا خطورة الموضوع ده ايه. ممكن توصلوا لأقصى درجات الألم، ممكن توصلوا لأقصى درجات النعيم. التوقعات منها التوقع السلبي أو التوقع الأسوأ. التوقع بقى بيحصل ايه أكتر كمان الأسوأ؟ لما مثلا بيقولك ايه دايما البني آدم الكويس بيموت، الشيطان بيخليك تخش ترسمي سيناريو جوه علشان بس تعيشي في ألم. يعني الشيطان الذكي يعمل ايه بقى؟ يخليك تتوقعي الايجابي بس بشكل مبالغ فيه. بمعنى ايه؟ زوجه مثلا جميله كده قامت راحه عامله شعرها جميل وفرحانه بيه، فهي جت منتظره ايه بقى ومتوقعه ايه؟ ان جوزها يقول لها واو ايه الجمال ده. هو ممكن اصلا جوزها يشوفها ما ياخدش باله منها. التوقع الأسوأ هو التوقع الإيجابي المبالغ فيه. فأنت الأصل إيه؟ لا تتوقعي أسوأ ولا تتوقعي أحسن، لأن التوقع مشاعر رهيبة وحشة. الحيلة الأذكى للشيطان إيه بقى العبيط اللهبل ده؟ هي فخ التوقعات الإيجابية. الأفلام والميديا والمسلسلات رسموا لنا صورة علاقات وهمية، مش ده اللي بيحصل. والله يكرمكم احمي نفسيتكم من الشيطان العبيط اللهبل من الاتنين. لا توقع سلبي ولا توقع إيجابي، توقع بتفاؤل. يعني ايه توقع بتفاؤل؟ انا واثقه في ربنا، يا رب انا بعمل اللي عليا، النتيجه دي انا خدتها منك خلاص.